بكثير من الشغف ينتظر عدد من المهنيين افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه بجهة الرباط مسلة القنيطرة، وهي الخطوة التي لم تتحقق إلى حدود الساعة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات في صفوف هؤلاء بخصوص هذه المنشأة التي ستكون الأولى من نوعها بالجهة وبالمملكة ككل. لكن قبل كل التساؤلات لنلقي نظرة على سوق الجملة بالرباط القديم الذي جاء موقعه بحي يعقوب المنصور إمام ملعب الهوك الجديد، وهدى السوق الذي سيتم هدمه بعد افتتاح السوق الجديد الذي سنعود إليه للتفصيل في كل تفاصيله. سوق الجملة للخضر والفواكه يعقوب المنصور هو واحد من الأسواق الكبرى في مدينة الرباط عاصمة المغرب. يقع هذا السوق في منطقة يعقوب المنصور، وهو يعتبر من أكبر أسواق الجملة في المنطقة. يعرف السوق بتقديم مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه بأسعار تنافسية للمستوردين والتجار. يحتوي السوق على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل المحلية التي تزرع في مختلف مناطق المغرب. أسعار مناسبة. بما أنه سوق جملة فإن الأسعار تكون عادة أقل من الأسعار في الأسواق التقليدية أو المحلات التجارية. الوصول السهل. السوق يتمتع بموقع جيد في الرباط، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المدن والمناطق. البيع بالجملة. يركز السوق بشكل أساسي على بيع المنتجات بالجملة، مما يجذب التجار والموزعين. لكن رغم هذه الأهمية الكبيرة، فإن السوق القديم يعاني من العديد من التحديات التي تعيق تطوره وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة. مع التطور السريع الذي تشهده المملكة المغربية في العديد من القطاعات، أصبح من الضروري التفكير في تطوير هذا السوق وتحديث بنيته التحتية بما يتناسب مع الاحتياجات الحديثة. لننتقل الآن إلى السوق الجديد، أحد الأمثلة الأخرى التي تعكس التوجه الكبير للمغرب نحو تطوير بنيته التحتية في مختلف القطاعات. هذا المشروع الذي تم إنجازه بالقرب من الحي الصناعي وواد أبي رقراق والطريق السيار، وحسب مصادر مطلعة فإن الغموض لا يزال يحيط بموعد فتح أبواب هذا المركب المهني الذي يعد من الجيل الجديد لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وهو الأول من نوعه بالمملكة، حتى يشرع في العمل بالنسبة للمهنيين المشتغلين في مجال الخضر والفواكه بالجهة، رغم الانتهاء من الأشغال به. وأفادت المصادر عينها بأن الغموض الموجود بخصوص افتتاح هذا المشروع في الوقت الراهن يأتي بالموازاة مع وجود إشكاليات على مستوى الأسواق الأخرى الموجودة بتراب جهة الرباط سل القنيطرة، بما فيها سوق الجملة الموجود بحي العكار بالعاصمة الرباط. وأوضح مسؤولون منتخبون بمدينة الرباط أنه لا حديث على حدود الساعة عن أي افتتاح لسوق الجملة سالف الذكر، والذي يتموقع بقلب العاصمة الرباط، وهو الأمر الذي أكدته مصادر أخرى من داخل مجلس المدينة في وقت سبق أن أشارت بعض التقارير إلى إمكانية افتتاحه خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية. وانتهت الأشغال بهذه المعلمة الاقتصادية في وقت سابق من السنة الماضية، حيث من المرتقب أن تضم نشاط عدد من المهنيين الناشطين في مجال تسويق الخضر والفواكه، سواء بمدينة الرباط أو بجهة الرباط سل القنيطرة ككل، إذ سيكون سوقا جهويا للجملة يأتي إنشاؤه في الإطار نفسه الذي تم ضمنه إنشاء المجازر الجهوية بمنطقة بقناد البسلة، والتي تم افتتاحها خلال السنة الماضية. ويأتي إنجاز هذا السوق الجهوي للخضر والفواكه في إطار تصور لوزارة الداخلية، ما حذى بها إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص إنشاء 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد بالمغرب، تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية، وتعتمد نظام اشتغال وتدبير عصري. وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قد أكد من داخل مجلس المستشارين في شهر مايو الماضي أن هناك قناعة بأن هذه الأسواق هي التي يجب أن تكون في بلدنا على غرار السوق الذي يشيد في الرباط، والذي سيكون نموذجا للأسواق التي سيتم تشييدها في جميع مناطق المغرب. وظل موضوع تسيير الأسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب في صلب حديث عدد من المسؤولين الحكوميين وتقارير المؤسسات الدستورية والخبراء الاقتصاديين، والذين يشيرون عادة إلى اختلالات تؤثر بالسلب على أسعار المواد الفلاحية التي تمر من هذه القنوات التسويقية.
وشيد سوق الجملة لجهة الرباط سلا القنيطرة على مساحة تصل إلى 25 هكتارا تقريبا، في حين وصل الاستثمار الذي منح لصالحه حوالي 600 مليون درهم، ويشمل عددا من المساحات الخاصة بتسويق وتخزين المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه. في الختام نترككم مع هذه التحفة، وإذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا دعمنا بالاشتراك، وإلى اللقاء في تغطية جديدة لمشروع آخر.